السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم محبين وانصار شبيبه القبائل. طبعا مع وليد فرحاني تصريحات جديده وحصريه لمفاوضات شبيبه القبائل. قال لك لويس كامارا يعني سيكون جديد شبيبه القبائل، وتكلم على اللاعب، يعني على الامكانيات اللي عند اللاعب والفرق التي كان يلعب معها. راح ان شاء الله نخليكم تسمعوا التصريحات تاعو. ما تنساش دير لايك على هذا الفيديو وتابوني في القناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزلفلاوي مويز كامارا واحد من الأسماء المتميزة الغينية، لاعب دولي قريب جدا من فريق شبيبة القبائل. مفاوضات مستمرة ومتقدمة بين إدارة شبيبة القبائل واللاعب الغيني الذي تألق مع المنتخب الغيني المحلي وتألق في البطولة الغينية أيضا، حيث سجل 14 هدف وصنع 5 أهداف. 19 مساهمة تهديفية للاعب الذي ينشط كرأس حربة ويلعب أيضا على الجهتين اليمنى واليسرى. سيكون من دون شك تدعيم قوي جدا بالنسبة لفريق شبيبة القبائل إن تمت من دون شك هذه الصفقة. طبعا يقال حسب آخر الأخبار التي وردتني بأنها مفاوضات متقدمة منذ فترة ليست بالقصيرة، وتضاعفت أكثر خاصة بعد تألق اللاعب في كأس إفريقيا، حيث شاهده الجمهور جيدا والمتابعين خاصة أيضا في صفوف فريق شبيبة القبائل. ستكون صفقة قوية جدا لهجوم فريق شبيبة القبائل، وإضافة قوية خاصة بعد مغادرة بركان. خاصة لحد الآن يحوم شكوك كبيرة بحول إن سيكون اللاعب إنياتاف متواجد مع فريق شبيبة القبائل أو سيغادر. على كل حال إنياتاف لم يقدم ذلك المستوى الذي تنتظره جماهير شبيبة القبائل على مستوى الهجوم. على كل حال هذا المهاجم الغيني قد يكون جديد فريق شبيبة القبائل بصفة كبيرة، وقد يكون جديد هجوم الكناري الذي سيعطي الإضافة المرجوة للزعيم قبل بداية الموسم الجديد. سلام.